اكثر مشهد مؤلم في هذا العيد هو هذا. عيدوا غير نتوما، فرحوا غير نتوما، الله يحفظكم الله سبحانه وتعالى. اش من عيد، اش من فرحه، اش من احتفاليه، اش من اجواء، اش من سعاده، والمغرب كامل تيشوف مغربيه هز اعلام سوداء فوق دارها تتقول لك هذا المنزل حزين، اعلام سوداء كحله رمزا للحزن والالم والحسره وخيبه امال، وهي لابسه الاسود والوجه ديالها كميه الحزن اللي تعكسها، يعني تدخل ليك تتحس بها نيت تسقيسك، وكلمات تذوب الحجر، وكلمات كتمزق في القلب، وكلمات كتقيس اي واحد عنده ولو شويه ولو ذره ديال الضمير وديال الانسانيه غيحس بهاد المراه. اش من عيد، اش من فرحه، اش من مسرات، وبزاف ديال الناس اللي عبروا على الاراء ديالهم وتكلموا وناضلوا وطالبوا بمطالب اجتماعيه واقتصاديه وتمنوا لمناطقهم ولبلادهم الخير، وما قبلوش انه في بلادنا يا عباد الله يشوفوا شي حوايج اللي ما بقاتش كتليق نظرا لداكشي اللي عندنا من امكانيات وثروات، والشعب اللي خدام وكيتقاتل وكيجيبها من فم السبع. الناس ما قبلاتش، وراه كلنا ما قابلينش، غير نختلف في طرق التعبير ونختلف في طرق الاحتجاج. وراكم شفتوا بانه الاغلبيه ديال المغاربه ما قدروش انهم يعيدوا. الاغلبيه ديال المغاربه عباد الله تتلقى بانه حولي اكثر من الصالير ديالو الشهري، يعني واحد الحاجه اللي ما كتدخلش للعقل. وارتئينا لو انه مثلا بحال هذه المناسبه انه يكون واحد الانفراج، انه المعتقلين ديال الريف، انه المعتقلين ديال الجزيد، انه معتقلين الراي كما كانوا جميعا، كل من كان لسانه هو السبب اش انه يدخل الحبس، وكل من كانت المطالبه بحقوق وبشي حويجات اللي كنتمناوها للبلاد. هذاك طموحات عبر عنها الشباب وعبروا عليها الرجال وعبروا عليها النساء وعبروا شحال من واحد اللي ما قبلش عباد الله انه يشوف المستوى ديالنا في الصحه والمستوى ديالنا في التعليم وحجم البطاله والظلم والفساد وبزاف ديال الحويجات اللي المغاربه كلهم ما قابلينهاش، اللي المغاربه كلهم تيعبروا كل بطريقته. كاين غير اللي تيشوف المنكر وتيقول اللهم ان هذا منكر وتيزيد بحال، ولكن تتبقى غصه في قلبه، ما تيعجبوش الحال، ما كرهش انه يقول شي حاجه، ما كرهش انه يعبر، ولكن الناس بدات كتفقد في الامال، الناس بدات تشوف بانه الصوت ديالها لن يؤتي اي اكل، الناس بدات تشوف بانه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وكما قالتها عيدوا غير نتوما، فرحوا غير نتوما، نشطوا غير نتوما، احتفلوا غير نتوما. انا راه مكلومه، انا راه حزينه، انا راه الوجه ديالي تيحكي، العينين ديالي كتحكي. يكفي فقط بانه اعلام الحزن في البيت ديالي في المنزل ديالي راها مرفوعه، وراني لابسه رداء الحزن في يوم الفرح. اش غنقول لكم، تمنينا قسما بالله وكنا سنحتفل احتفالا عظيما. كنت انا غنخرج للشارع وغنحتفل وغنفرح للمعتقلين وغنفرح لبلادي، لانني حنا محتاجين لهذا الانفراج، لاننا محتاجين، لان اي واحد تيتكلم وتيعبر، واي واحد تيعبر على طموحات ديالو وكيحتج وكيحاول يحارب الفساد بطريقته. انا تنقول بانه حنا هاد الناس محتاجين لهم، وهاد الناس خصنا نحتويوهم ونتصنتوا ليهم، بالعكس نعطيوهم قيمه ونتصنتوا للاقتراحات ديالهم وننتبهوا لعلاش تيتكلموا ونحاولوا نصلحوا، ماشي نسكتوهم. لانه اذا سكتناهم ولا اذا حطيناهم في السجن بحال تنقولوا بانه حنا ما بغيناش نصلحوا، ما بغيناش نقادوا، بغينا نسدوا دوك الفم اللي تيقولوا داك الشيء. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اش غنقول لكم، ما بقاتش حتى كلمه كل التضامن تعطي اكلها. اللي ممكن نقولوه هو انه هذاك الحزن ديال اسره الزفزافي وغير هذاك المنظر ديال انه اعلام الحزن مرفوعه في يوم الفرح، انا توشتني وقاستني، ما بيدي حيله. حنا كنشطوا هكا في فيسبوك تنتكلموا، ما علينا الا نحاولوا نوصلوا للمغاربه ونقول لهم بانه راه كاين اللي ما قدرش يصلحوا لي، كاين اللي ما عيدش، كاين اللي بزاف، ولكن هذاك الشيء كله لن يصل الى ولو غير شويه من حجم الالم والحزن اللي انا تنشوفه في الوجه وفي التعابير وفي العينين ديال هذه المراه هذه.